جدا، لانك بعد قاعده مع المريضه ممكن تفهمي هي مشكلتها فين. كيف قدرت توازن بين الجانب الطبي والعاطفي، خصوصا انه كل مريض بيدخل العياده له قصته وله مأساة معينه، قلة ثقة بحاله بده يغير؟ زمان وانت صغيره ما بقاش فيه، ما تهتميش بالجانب العاطفي قوي مع المريض، باعتبارك ان انت زي زمايلك الجراحين بتتعاملي مع المريض مريض وخلاص. خلص. لكن بعد كده بتكتشفي ان الاهتمام بالجانب النفسي مهم جدا، لانك بعد قعده مع المريضه ممكن تفهمي هي مشكلتها فين. مم. ممكن المشكله مش في جسمها، ممكن المشكله في مخها اصلا، يعني مش صح. مخها يعني، في استيعابها للمشكله اللي هي فيها لو عندها، او تقبلها لشكل جسمها اللي ممكن يخليكي ما تعمليش للمريضه العمليه اصلا. لان الامانه الاسوأ حاجه في شغلنا لو المريضه عندها مشكله في تقبل جسمها، هي مش هتتقبل الجراحه ولا هتتقبل النتيجه، وهتبقى صداع كبير جدا للجراح. فمن ضمن الحاجات اللي انت بتتعلميها في التوازن ده، ان انت ازاي اصلا تقبلي عيان تعملي له عمليه او عيان ما تعمليلوش عمليه، وان ازاي برضو تحضري مريضك نفسيا لو عنده مشكله، انه ازاي هنحلها له، هنحلها له في قد ايه وفتره النقاهه، وان اللي حواليك لو بيضغطوا عليك لا احنا ازاي نشيل عنه الضغط ده.